السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في القناة. كنتمنىوكم تكونوا بخير على خير متابعين، ما تنساوناش من البارطاج ومن اللايك، ومرحبا بالجميع. الله يحفظكم لينا وحنا بلا بكم ما كنسول حتى شي حاجة. اليوم غادي ندويو على القراءة ديال البنت البيضاء اللي هي هذه، اللي غتكون قراءة عامة. وغندوي فيها على البيضاء المتزوجة، البيضاء المطلقة. المهم ما نضيعوش الوقت، نبداو. الفال هنا كيعطيني بان البنت البيضاء عندك واحد الخنقه مؤخرا في القلب ديالك، خصوصا في الليل او بعد صلاه العشاء او صلاه المغرب. كذلك كنشوف بان البنت البيضاء، سمعيني مزيان، البنت البيضاء المزوجه اللي كتحلم براسها تزوجات او كتحلم بالعرس او كتحلم بشي حاجه، هذا فال خايب او هذه حلمه خايبه كدير على الله يستر الله يستر الله يستر على الطلاق او على مشاكل سوف تؤدي الى الطلاق. كنتمنى تفسيري وهادشي كنقول يكون خطا، ولكن هادشي اللي كيعطيني الفعل. كذلك كنشوف ان البنت البيضاء عندك طريق مع راجلك عند عائلته، وهاد الطريق هذه غادي يكون فيها صداع او غادي يكونوا فيها مشاكل كبيره شويه. وسبحان الله هاد الطريقه هذه انت قلبك مقبوض منها وهربان منها وما باغاش تشديها وما باغاش تمشي ليها، ولكن لقيتي راسك مفروض عليك. كذلك كنشوف ان العتبه ديال البنت البيضاء من 27 في رمضان لدابا مغيره، العتبه فيها غير غيارات، فيها المشاكل، فيها واحد الطاقه سلبيه، فيها واحد النوع ديال الغبينه، واحد النوع ديال الضيم. يعني كتشوفي راسك مضيومه، كتشوفي راسك العتبه فيها واحد الطاقه سلبيه. الله يقاد الامور وصافي. كذلك كنقول البنت البيضاء اللي كاين مزوجه في البلاد البعيده، السيده اللي من طرف راجلك ما بغاش تحمد الله. وكنظن بان داكشي كيدار هنا وكيمشي لك حتى لهيه، داكشي كيتصيفط مع اختو او مع عمو او مع شي وحده بالضبط اللي كيشوفها مركزه في العلاقه ديالكم. وفعلا انت وراجلك وليتو بحال واحد جوج موش حشاك والفار، بجوجكم خاصكم غير تضاربوا، خاصكم غير تشادوا. فالبنت البيضاء المتزوجه في البلاد البعيده، زواجك ولا غير دار جا معكم وصافي، ما بقى بيناتكم حتى شي حاجه، لا معاشره زوجيه، لا صافي لو جامعينكم مع الدراري، لا كاينين شي وليدات وكاينه والدار كذلك والحيوط. كذلك كنشوف بان البنت البيضاء هذاك السيد اللي كنتي كتنصحي عليه راجلك باش يبسع منه وما يخدمش معاه وما يتشاركش معاه، هذاك الشيء كلشي كنتي كتقول لهم ما غتوقفوا عليه. للاسف الشيء اللي غادي ياثر على حياتكم الماديه، للاسف. ما عليناش، غادي ندوزو ونتكلموا على البنت البيضاء والزوج الاسمر اللي هو هذا. هنا البنت البيضاء والزوج الاسمر ما عرف جابها واحد جوج سيمانات دابا، وكيطلع لي دائما واحد التنافر وتباعد وعلاقه مريضه مشكله معكله ما بين، استغفر الله العظيم، ما بين البيضاء والرجل الاسمر. كنشوف السيد بعيد منك، كنشوف السيد مقلق بوحدو، كنشوف السيد عصبي. الاسمر وحاس براسو لواحد الدرجه ما كتصورش، مبورد على كيف ما بغى. زعما هادشي اللي عندي، يعجبك الحال بركي، ما عجبكش الحال سير تلقي راسك. الاسمر ماشي النوع اللي كيواجه او من النوع اللي كيعترف بالخطا ديالو او يجي يعتذر، لان الانسان كلنا كنغلطوا، واحسن الناس هما اللي كيغلطوا كيعتذروا. هذا لا، هذا كيغلط ويبقى زيد في عيبه ويشوفك، وخاصك تسمحي ليه بزز منك، خاصك تعطيه وقت، خاصك تنتبهي ليه، خاصك زعما بحال فارض راسو عليك، بحال مسيطر. زعما الا ما كانش هو راه الحياه ما غتستمرش، الا ما كانش هو ما غتزيدش. هنا الغالبيه ديال البيضات اللي مزوجين مع السمر كنشوف كازا المسؤوليه راسك من الاولى لاخرها. يعني هذا السيد هذا ولا كيتسمع عباس الدراري وقدام الناس داخل خارج عليكم بان ديك الدار راه فيها راجل
وصافي. اما باش كاينه شي حاجه او كاينه هذا بصراحه راه ما كايناش. غادي ندوزو ونهضروا على البنت البيضاء والزوج الابيض اللي هو هذا. البيضاء والبيض 50% حتى 60% ديال البيضات اللي مزوجين مع البيض كنشوف كاين واحد السيد عارفك مزوج باغي يدخل لك في حياتك، فردي بالك من هذا الانسان هذا وما تخليش هذا الحرمان العاطفي اللي عندك يؤدي بك لواحد الكارثه. وانت راكم فهمتيني شنو بغيت نقول لك البيضاء بلا ما نزيدو نوضحو اكثر. هنا الابيض 3 شهور هادي عام غبون، عام قلق، غا معصب، كتحسي بيه كيسها، كتحسي بيه عينه في الارض، دخل لك الشك باليقين. هاد السيد هذا دخل لك هو موسوس ودخل لك الوسواس في حياتك، دخل لك الغبينه والتقليقه وليتي كتقولي وهذا مالو، هذا علاش كيدير بحال ما هكا، هذا كيفاش كيتعامل معايا بهذه الطريقه هذه. يعني ما ضاحك ما لعب ما مقلق ما بغى يقول لك شنو كاين في قلبه. وهنا الغالبيه ديال البيضات مخليه راجل البيض على هواه، وثلاث زعما مسوقاش ليه. 30% ديال البيضات والبيضين كيبان لكم هاي الخدمه ديال الفقيه من طرف وحده حنطيه. هذه الحنطيه تقدر تكون كتصاحبته، تقدر تكون مرت خوه، تقدر تكون جارتكم، ما عرفتش. المهم كاينه وحده حنطيه اللي كتخسر عليكم الفلوس. وكاين هنا حتى راجل البيض وقع عنده الثقاف الجنسي، يعني فيما كيبغي يقرب لك كيوقع واحد النوع الفشل او العلاقه كتوقف في وسط قبل ما تبدا او فاش يلاه كتبدا. غادي ندوزو ونهضروا على العلاقه الزوجيه ما بين البيضه والحنطي. هذا الحنطي هنا عصبي وشوكتو واقفه، باغي غيتضارب، باغي عايد يتناتف، باغي عايد يتقاتل، عاب بوحدو، عايش في واحد الاوهام، في واحد الاحلام، وعايش في واحد العالم صعيب. والمشكله بان البيض عفوا البيضه صابره لهاد الدل اللي فارض عليها الحنطي. هو واخا مزوج باغي يعيش الحياه ديال التزوفرت، ما تدويش معايا، نمشي نسافر بوحدي، نجي نخرج، ما سوقكش فيا زعما واش تهضري لا من قريب لا من بعيد. وهنا الحنطي ولد دارهم بزاف، والحنطي سبب هادشي كلشي هو السحور اللي دارهم اللي ما بغاوش النهار الاول، وداك الشيء بقى كيتراكم يكبر حتى وصلتوا لهاد الحاله اللي نتوما فيها حاليا. وصلتوا لهاد الطريق المسدود، هاد الطريق اللي ولات بيناتكم، فللاسف الوضع مزري. غادي ننتقلوا ونتكلموا على البنت البيضاء المطلقه. هنا البنت البيضاء المطلقه فلسفه صراحه ما عطيش الرجوع، لا مع ابيض لا مع اسمر لا مع حنطي. قد ما كيبان ليا ان البيضاء المطلقه كنشوف معك واحد السيد كبير، راجل كبير فايت فيه جواز الطلاق او مثالي المراه ولا شي حاجه بحال ما هكا، كنشوف عندك فيه خير، فكنتمناك تعطيه فرصه. اللي هو راجل كبير عليك شي شويه، يعني كاين واحد 15 عام سنه او ما فوق، فكنتمناك تعطيه فرصه. ما تعرفيش عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. للعموم هذا الفال ديال اليوم، عليكم يدخل بالصحه والسلامه، وانتظروني في الفال المقبل.